is here. No one can survive this. Old enemies. New allies. Not let them defeat me. Spellbinding adventures. I think you're gonna hide behind today. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. لسه صاحية؟ كنت لسه داخله انام. انت عارف لو اتاخرت يوم زياده هيخصمولي. طب ما تاخدي اجازة. احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني ولا ايه؟ انا عايزك تاخدي اجازة تستريحي شوية بس. بص انا عارفه ان انت مشغول اليومين دول ومش فاضي توديني وتجيبني كل شويه. طب يا ستي خدي اجازة وانا هجيب لك عربية واعلمك السواقة كمان. هتجيب لي عربيه؟ انت عاوزني اروح المكتبه بعربيه عشان زمايلي يحسوا ان انا بتنطط عليهم؟ تتنططي عليهم عشان بتروحي شغلك بعربية؟ ايوه طبعا. انت عارف تمن البنزين والصيانه والزيت اكتر من مرتبي بكتير. امال بتروحي الشغلانة دي ليه اصلا؟ انا اسف معلش. انا بس عندي قضية شغلاني اليومين دول من قلبالي حياتي خالص. انا عمري ما قلت لك اني هسيب شغلي. معلش ما تزعليش مني. ماما روحي له نبقى نكمل كلامنا بعدين. يا حبيبي انا جاي. ايه اللي صحاك يا حبيبي دلوقتي؟ تعال. التسعمائة واحد وسبعين 20 دورة تغريبية في أسوان. أسوان. الو. الو، ممكن اكلم الباشمهندس عبود عبد البر؟ هو نايم. يا ريت لو سمحتي تصحيه. قولوا له النقيب طارق فيصل غلاب. خير؟ معلش في حاجه مهمه بس. طيب ثانية واحدة. الو، ايوه يا باشمهندس. مين معايا؟ طارق فيصل غلاب معاك. اهلا وسهلا. خير؟ معلش يا باشمهندس انا كنت هتعبك معايا بس اتفضل. انا محتاج الباسورد بتاع الويب سايت بتاع مطار اسوان. ليه؟ محتاج اعرف كل الرحلات اللي اتعملت من شهر 2 لشهر 5 سنه 2007. ايه؟ من شهر 2 لشهر 5 2007؟ معلش محتاجها في حاجه كده. ليه؟ يعني هتاكد من حاجه بس. ماشي هشوفهولك. يا ريت بعد اذنك. شكرا. حمدي باشا. أحسن لك يبقى الموضوع مهم فعلا. اكتر مما سعادتك تتخيل يا باشا. إيه؟ احنا كانت المشكله اللي عندنا ان احنا مش عارفين نربط بين الضباط اللي اتقتلوا بعضهم. ولقيت حاجة؟ وانا براجع ملف المقدم نور الدين اكتشفت انه سنه 2007
كان موجود في أسوان في دورة تدريبية، ولما بصيت على ملف الرائد البشوتي اكتشفت إنه كان موجود في نفس الدورة التدريبية في نفس المكان ونفس الزمان. الكلام ده برضو ينطبق على الرائد جمال وعلى المقدم صلاح عبد الحي، كلهم كانوا موجودين في نفس المكان. مش كفايه؟ لا لا، لسه يا باشا لسه. في نفس التوقيت بتاع الدورة التدريبية في أسوان كان في برضه في أسوان مؤتمر طبي عالمي عن جراحة المخ والأعصاب. الدكتور النيجيري كان فيه؟ معرفش، لسه ما أثبتش ده، بس أنا متأكد إن لو دورت ورا الموضوع هلاقيه كان هناك. لسه برضه يا باشا في حاجات تانية. أنا شيكت على تذاكر الطيران وعلى المطار في أسوان، لقيت إن في شخص وصل أسوان في نفس التوقيت أو يعني قبلها ب3 أيام. رجاء العاصي. ده الاسم الحركي بتاع ناجي الخليلي، استخدمه في كذا عمليه ومصور باسبور بالاسم ده. بالظبط. يبقى هو الوسخ اللي ورا قتل الناس دي كلها. طب ليه؟ مش هي دي مشكلتنا يا باشا دلوقتي. انا طبعا ما اعرفش هو قتلهم ليه ولا كان متورط معاهم في ايه، بس المهم دلوقتي ان احنا بقينا متاكدين ان كل الضباط اللي كانوا في الدوره التدريبيه دي في خطر، كلهم معرضين في اي وقت ان هم يتقتلوا. بقى لازم نحذرهم ونعين عليهم حراسه. انا فعلا معايا لسته بالاسماء، بس في حاجه تانية مهمه سعادتك لازم تعرفها. خير؟ سنه 2008 في ضابط اسمه خليل الزيني مات في حادثه عربيه هو واسرته كلها. بعد كده التحقيقات اثبتت ان الحادثه دي كانت مدبره. ده معناه يا باشا ان الموضوع مش عند الضباط بس، ده اسرهم كمان في خطر. يعني اللي بيقتل ده ما بيرحمش وما بيفرقش، وانا متاكد ان احنا لو دورنا ورا الموضوع هنلاقي فيه حوادث كتير مشابهه. مأساة ولازم ننتهي منها في اسرع وقت. بس شغل هايل يا طارق. في حد من الضباط دول من عندنا؟ لا يا باشا، بس هو الحقيقه في واحد احنا نعرفه كويس قوي. مين؟
جرب تاني، لو ما ردش هنروح له. ايوه يا سيف، انا حمدي. انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. معلش انا اسف ان انا صحيتك من النوم، بس انا لازم اقابلك بكره الصبح ضروري. ماشي ان شاء الله. سيف انت حياتك في خطر. لسه فاكر؟ طارق هو اللي اكتشف الموضوع ده كله. شكرا. انا فاكر كويس الدوره التدريبيه دي، مش فاكر كل اللي كانوا معانا، بس اللي انا متاكد منه ان مفيش اي علاقه بين تواجدنا في الفتره دي في اسوان واي عمليه سريه، ده على الاقل بالنسبه لي. مش عارف، جايز الضباط التانيين يكون الموضوع بالنسبه لهم مختلف. سيف احنا شاكين، او بمعنى ادق كنا شاكين، ودلوقتي اتاكدنا ان ناجي الخليلي ورا كل الاغتيالات دي. ناجي الخليلي انا عارفه، اشتغلت في قضيه هو كان متهم فيها، بس ما تقابلناش قبل كده وهو ما يعرفنيش. مفيش اي حاجه حصلت بينا بشكل مباشر او غير مباشر تخليه يبقى عايز يضرني او حتى يفرق معاه ان انا اكون عايش ولا ميت. يعني ناجي الخليلي مش هو الصياد؟ لا يا شيخ، احييك على ذكائك والله. بهزر يا باشا ما تزعلش، ما تاخذنيش، يعني انتوا جبتوني على مال وشي على الصبح كده وانا مش متعود اصحى بدري زيكم دلوقتي. ماشي. سيف احنا خايفين عليك. كل الضباط اللي راحوا الدوره التدريبيه دي ماتوا، وناجي الخليلي كان هناك. والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. متشكر طبعا على اهتمامك، بس الحقيقه ان انا مش فاكر اي حاجه ممكن اساعدكم بيها. طب مفيش اي علاقه ما بين الصياد وناجي الخليلي؟ عمرنا ما رصدنا حاجه زي كده. ايوه بس الصياد كان بيهرب سلاح وناجي الخليلي كان بيتاجر فيه، ممكن يكونوا اشتغلوا مع بعض في يوم من الايام. ممكن يا باشا، ممكن. طب انت كويس؟ مفيش حاجه حصلت قلقتك؟ ما تعرضتش لاي خطر؟ لا. تحب نعين لك حراسه يا باشا؟ لا حراستي بس يا باشا، لا طبعا. باشا لازم نشوفك. خير. ايه ده؟ ازاي الكلام ده اتسرب للجرايد؟ خير يا باشا، في ايه؟ صورتك في الجورنال وبيقولوا انك انت بتساعدنا علشان علاقتك السابقه بالمشتبه بيه. سيف انت خلاص مبقاش عندك اي اختيار. انا هكلم جلال باشا علشان نعين عليك حراسه. معلش هم يومين واستحملهم. ليه ما قلتلوش الحقيقه؟ ليه ما حكيتلوش على اللي حصل لك بالليل؟ طب وعليا اعمل فيها ايه؟ تفتكري شعورها كان هيبقى ايه لما تعرف ان البني ادم اللي اختارته مجرم وكان عايز يقتلني؟ انه بس كان بيستغلها عشان يوصل لي. الحكايه مش ناقصه، كفايه اللي هي شافته. انت بتحس ان انت مسؤول عن اللي هي شافته؟ اكيد. جزء من اللي حصل لها ده مسؤوليتي. ازاي؟ عشان عمري ما حاولت اسال عنها، عمري ما حاولت اتواصل معاها حتى بعد ما ابويا ما مات. بالعكس، هي اللي وقفت جنبي بعد ما اتعميت. ورثت من امي كرهها وكره امها. ما فكرتش للحظه انها ممكن تكون محتاجه لي، ولا فكرت ان انا مش وحيد وان في حد من دمي ممكن اسال عليه ويسال عليا. يمكن علشان الوحده ما كانتش مشكله قبل كده، ويمكن عشان كان لازم اتعمي عشان اقدر اشوف. صاحبتي ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه؟ احنا هنستعبط؟ انت مش عارفه ان الموضوع اللي انت نشرتيه ده في منتهى الخطوره واللي ممكن يضرني ويعرض حياه ناس كتير جدا للخطر؟ اولا دي شغلتي وموضوع وصلت له بمجهودي ومعلهوش حظر نشر. ثانيا هو انت مالك اصلا تتضرر؟ اللي انت قلت لي حاجه؟ وبعدين انا استنيتك امبارح وانت ولا جيت ولا حتى فكرت تتصل تعتذر. انت بقى هتقلبي الترابيزه وتخلي الموضوع لصالحك مش كده؟ انا صحفيه وائل باشا وشغلتي ان انشر الاخبار اللي تهم الناس. لو في اي حساسيه في نشر موضوع زي ده
ابقوا اعلنوا ده بوضوح وانا هلتزم بالتعليمات. طب خلاص انا اسف يا ست ان انا جيتش امبارح، بس اصل احنا كلنا كنا شغالين في الجهاز وما روحناش، وانا بصراحه ما عرفتش اكلمك لاني تقريبا ما خرجتش من مكتبي من امبارح. وبعدين بقى بصراحه الحمد لله ان احنا ما اتقابلناش، لان لو كنت قابلتك كان ممكن حد يقول ان انا اللي مسرب الخبر. ما تبقاش تخاف قوي كده. مش وائل اللي خاف يا قطه. بص بعد كده لو في حاجه مش عايزني انشرها ابقى اديني اي اخبار تانية قصادها. ماشي اتفقنا. طبعا انت ما اكلتيش حاجه من امبارح ها؟ ليه؟ مستنياك تاكلني؟ انا بقى كلاب بطني بتهوهو ومش قادر امسك نفسي. بصي بصي او 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 اسمعي او 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 سامعه او 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 يا مجنونه.